السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معي في قناتي ديدي نبيلة مزياني. اليوم حبيت نشارك معكم طلبيه اللي هو رفيس القسنطيني او رفيس التونسي او الكعبوش. مقادير تاع هاد الوصفه نحن نعطيها لكم بالمغرفه هكذا مبتدئات يقدروا يجربوها. واش نسحقوا في هاد الوصفه؟ عندنا 250 غرام غرس او عجينه التمر، عندنا سميد متوسط اللي كنت حمصته في الكوشه، عندنا شويه عسل، مغرفه زبده، مغرفه دجاج محمص، عندنا شويه قرفه مع حرور النافس. الحاجه الاولى نحكموا الاناء تاعنا، نحطوا فيه الغرس اللي كنت فورته، نزيدوا له شويه دجاج محمص مع مغرفه زبده مع القرفه والحرون النافس. بعدها نضيفوا له 6 مغارف سميد اللي كنت حمصته في الكوشه مع 6 مغارف تاع عسل. نطموا المقادير تاعنا حتى نحصلوا على عجينه طريه. بعدها نشكلوا كريات ونوزنوهم على 60 غرام. بعدها نحكموا مول ولا طابع ونشكلوا الرفيس تاعنا. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم اللي كان الرفيس التونسي او الرفيس القسنطيني او الكعبوس. نتمنى تعجبكم الوصفه، نتلاقاو بوصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله.